في المكان ده هنرجع للقرن الثامن الميلادي وقت الخلافة العباسية في مصر، ونتعرف على أهم وأعلم فقيه مصري. هنا ضريح العالم والفقيه الليث بن سعد، اللي كان في القرن الثامن وفي وقت الدولة العباسية أفقه في علم الدين الإسلامي من إمام المدينة المنورة الإمام أنس بن مالك. وعشان كده قرر الخليفة العباسي يديله منصب القضاء، وده لأن الخليفة العباسي بذات نفسه ما كانش بياخد خطوة إلا لما بيستشير، وده ما كانش غريب أبدا عن الفقيه الليث بن سعد. وده لأن وقتها المسلمين ما كانوش بس بيعتبروه فقيه مصر أو المدينة، لا، ده كانوا بيعتبروه فقيه العالم الإسلامي كله، وكانت فتاواه معتمدة في جميع العالم الإسلامي. ولكن برغم تمسك الخليفة العباسي بيه في منصب القضاء، إلا إن الإمام رفض المنصب، لأنه كان بيشوف إنه لازم يركز أكتر في تعليم الناس ومساعدتهم، وكمان يبعد عن السياسة. وده مش غريب عن الإمام اللي كان دايما معروف بكرمه وسط الناس. يا ترى بقى أنت لو كنت مكان الإمام الليث كنت هتضحي بمنصب القضاء عشان مساعدة الناس؟